سجن قارة الغامض. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. كتير من البشر ما يصدقوش إن أكتر سجن مثير للرعب والإشاعات في العالم هو عبارة عن سراديب وأقبية تحت الأرض، وبيعود تاريخه للقرن ال18، لكن هو دلوقتي بقى موقع سياحي بيجيله السياح من كل مكان. اسم السجن الغريب والمثير للجدل والغموض اللي بنتكلم عنه هو سجن قارة، وموجود في دولة المغرب، وتحديداً في مدينة مكناس وسط دولة المغرب. واختلفت التفسيرات في سبب تسميته، واختلفت الآراء بخصوص مساحته وحقيقة اللي بيحصل فيه، لكن المؤكد إنه كان سجن مخيف لدرجة إنه اتقال عنه الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. أصل التسمية اختلفت التفسيرات في اسم السجن الغريب الممتد تحت الأرض وسط مدينة مكناس بدولة المغرب. البعض قال إن قارة اسم سجين برتغالي كان يعرف تدوينات الهندسة والبناء، وإن السلطان مولاي إسماعيل اداله وعد إنه يطلق سراحه مقابل إنه يبني سجن ضخم يكفي أكتر من 40,000 معارض وأسير في فترة الجهاد البحري خلال القرن ال18 الميلادي. والسلطان مولاي إسماعيل ينتسب لسلالة الدولة العلوية، وحكم المغرب في الفترة بين سنة 1672 و 1727 ميلادي، واتنقلت العاصمة في عهده من مدينة مراكش لمدينة مكناس، واشتهر باهتمامه بتشييد التحصينات، منها بناء جدار طويل يحمي مكناس، وكمان سجن قارة الرهيب لإسكات معارضيه. وفي اللي بيقول كمان إن تسمية السجن الغرائبي تعود لحقب الاستعمار الفرنسي اللي طبق على أنفاس المغاربة في سنة 1912. كانت السلطات الفرنسية بتستعمل المكان ده لسجن المقاومين المغاربة، وكان حارس السجن أقرع، حتى تم تداول وتحوير نطق اللقب ده لقارة. تصميم رهيب. تعددت أوصاف تصميم سجن قارة اللي يعتبر بالنسبة للعالم أحد أكتر السجون رعباً وفتكاً خلال فترة حكم السلطان مولاي إسماعيل، وحتى من بعده من ملوك المغرب، قبل ما يتحول لموقع يثير فضول السياح المغاربة والأجانب. والبعض وصف تصميمات سجن قارة بمسميات مختلفة زي المتاهة والسرداب والدهليز. ومعنى الدهليز مكان ملوش أبواب ولا شبابيك، وكل المسميات دي تنطبق فعلا على سجن قارة شكل ومضمون. بالنسبة للوصف الحكومي لسجن قارة بحسب موقع وزارة الثقافة المغربية، إنه عبارة عن مساحة كبيرة توجد على شكل شبه مستطيل متقسم ل3 قاعات واسعة، كل واحدة منها محاطة بمجموعة من الأقواس والدعامات الضخمة. ووفق مجلة زمان المغربية اللي بتهتم بالتاريخ الاجتماعي للبلاد، فسجن قارة يعتبر من المنشآت الغريبة اللي شكلها وهندستها بتأثر في نفسية كل اللي يشوفها بالخوف والهلع، غير إن حدود ومساحة السجن صعب إنك تعرفها، لأن السجن أقيم بالكامل تحت الأرض وعلى مساحة يعتقد البعض أنها تستغرق مدينة مكناس كلها، لا، وممكن تكون تجاوزتها لتمتد لعشرات الكيلومترات تحت الأرض. سجن قارة وفق المجلة المذكورة هو ممرات ودهاليز بتاخد شكل متاهة، محدش قدر يمشي في عمقه ويستكشف خباياه، لأنه مسكون بأرواح شريرة أو بلعنة اللي كان بيعاني من مآسي السجن والأسر فيه، واللي بيدخله بيتوه وما بيعرفش طريق العودة، ومحدش دخل المكان ده وخرج منه حي. متاهة. تتطابق الروايات التاريخية في التأكيد إن السجن التاريخي ده مش سجن بالمعنى التقليدي، لأنه ما كانش بيتوفر فيه أبواب حديدية أو شبابيك ولا حتى أقفال أو أغلال أو قيود، فهو مساحة ممتدة تشبه المتاهة بشكل كبير، كل دهليز بيودي لدهليز تاني، وكل ممر يودي للممر اللي يشبهه، وكل غرفة بتودي لغرفة تانية، لتشتبك الممرات وتتكاثر، فما يقدرش السجين إنه يهرب مهما كان دهائه. واللي يفسر عدم وجود شبابيك وأبواب أو أقفال هو إن السجن تحت الأرض أولاً،
ولأنه عبارة عن أقبية متداخلة ومتشابكة بحيث إن اللي يدخله ما يقدرش يخرج منه بحسب ما بيتقال عن المكان الغامض ده. وبتفيد الروايات التاريخية إن السجن كان بيقوى تحت الأرض السجناء والعساكر الأجانب، وفوق الأرض في قاعة بيستقبل فيها السلطان المغربي سفراء الدول وبيتفاوض معاهم في إطلاق سراح معتقلي بلدهم من غير ما يعرفوا إن أسراهم تحت أقدامهم. رعب وأساطير. ولأن سجن قارة ما فيهوش أبواب أو شبابيك، فإن الروايات بتقول إن السجين ما بيدخلش من بوابة الزنزانة زي باقي سجون العالم، ولكن بيتحدف من فتحة موجودة في سقف المبنى لتحت عشان يقضي اللي فاضل من حياته في السجن الغريب ده، أو يحصل على الحرية بالتفاوض مع سلطات بلاده. والسجن ده بيتقال عنه قصص كتير اللي اختلط فيها الحابل بالنابل والحقيقة بالباطل، منها اللي بيتقال عن محاولة مغامرين ومستكشفين فرنسيين عن التجول فيه وإنهم يحاولوا يعرفوا أسراره الغامضة، ولكن في الحقيقة إن الفريق ده دخل قارة وما خرجش منه. وبعد الحادثة دي اللي اتداولتها الناس وأكدها أهل مدينة مكناس، قفلت السلطات المحلية السجن التاريخي اللي تحول لأحد المواقع السياحية، وسابت بس مساحة صغيرة منه متاحة أمام الزوار والوافدين. وتتناسل الحكايات والأقاويل في شأن هذا السجن وسكانه من الجن. يروي أهالي المنطقة الموجود فيها السجن إن المكان بعد ما بقى خالي من السجناء لعقود أصبح مسكناً لكائنات جنية. في نفس الوقت بينهي البعض عن وجود الإشاعات دي وإنها مجرد أقاويل بيتناقلها سكان المدينة بسبب الغموض اللي موجود في السجن المرعب والغريب ده. وبكده أعزائي المشاهدين تكون خلصت حلقتنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تستفيدوا ويوصلكم كل جديد. مستنيين آرائكم في الكومنتس. سلام.